السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى خد لك واحدة. قبل ما نبدأ أي حاجة كله يدعي لشيكا لاعب نادي الزمالك، ناشئ نادي الزمالك، إن ربنا يشفيه. هو في أشد الحاجة وهو محتاج الدعوة، ربنا يشفيه إن شاء الله. نبدأ ونقول بسم الله. نبدأ بعقوبات مباراة القمة، مباراة الأهلي والزمالك، المباراة اللي أنا ما اتكلمتش عليها لأني قرفان نتكلم عليها لأني شفت فيها عبث فني. نبدأ بمباراة الأهلي ونقول عقوبات الأهلي، ونقول الإيقاف مباراتين لبعض الجماهير وغرامة 200,000 جنيه، ودي مش مشكلة. كلمة البت بيضة فبقت سب جماعي، مش مشكلة. نبدأ بقى لعقوبات نادي الزمالك. إيقاف دونجا وغرامته 5000 جنيه، تمام. وإيقاف جمهور نادي الزمالك نهائي لمدة مباراتين. إيقافه مفيش جماهير، مش انه متواجدين بس مفيش جماهير. العقوبة دي متأخرة كتير قوي 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 قوي. كان المفروض اصلا يلعب يخش ماتش القمة مع نادي الزمالك، ما عندهوش جمهور، ولا ماتش الحرس. مش مشكلة، عقوبة متأخرة، ما عندناش اي مشكلة. اما بالنسبة لصفحة الرابطة، الصفحة المفروض انها لرابطة اندية الدوري المصري، دوري نايل. نسمع تاني، رابطة صفحة دوري نايل، ما هياش رابطة صفحة نادي الزمالك. عشان خاطر ينزل الخطأ ده، نزل لي صورة للاعب الاهلي ونايم ومخدة وتحفل عليه. ده شغل جماهير، ما هوش شغل رابطة، فده خطأ كبير لازم تتحاسب عليه اللي عمله. تصريحات ايقاف قيد نادي بيراميدز بسبب اللاعب صامويل، لاعب شاب كده نيجيري اسمه صامويل مش عارف كده، معار لوادي دجله. نو كومنت. تعالى نتكلم على مباراه النهارده، مباراه الاهلي وحرس الحدود اللي هتقام الساعه 4 في برج العرب. الاهلي داخل المباراه وهو عنده غيابات: قفشه، يحيى عطيه الله، طاهر، كريم فؤاد، علي معلول، ياسر ابراهيم، ورضا سليم للاصابه، وسمير محمد، ومخلوف، وخالد عبد الفتاح، والساعي فني. والساعي ده عليه علامه استفهام. يعني الساعي ده لاعب كبير، انت جبته ب50 مليون من الاسماعيلي. انت مش جايبه عشان خاطر الاسماعيلي محتاج فلوس، انت جايبه المفروض عشان انت محتاجه. احنا مش جمعيه خيريه، احنا النادي الاهلي، احنا مش بنصرف فلوس وخلاص. ساعي كواليتي عالي ومحتاج ياخد فرصه اساسي. انا نفسي اشوف الساعي اساسي في المباراه وياخد مع المباريات. الساعي واحمد رضا كواليتي عالي جدا، انت لازم تعوض السوليه وفرق السن. مروان عطيه لما يعمل عمليه الفتاء، في مشكله عندك جايه انت محتاج تجهز لها من دلوقتي. فانا نفسي اشوف الساعي في قلب الملعب. القايمه فيها شوبير، حمزه علاء، الشناوي، دبيس، كوكا، اشرف داري، العش، رامي ربيعه، محمد هاني، واكرم توفيق، وعمر كمال، واحمد رضا، مروان عطيه، والسوليه، وامام عاشور، والشحات، ومحمد عبد الله، وجرادي شار، واسامه ابو علي، واشرف بن قلبي. مباراه مهمه للنادي الاهلي، وان شاء الله الفوز المتتالي خلال ال10 مباريات اللي جايين، وان شاء الله ناخد ال30 نقطه اللي جايين ونتصدر الدوري وناخد الدوري رغم انف لجنه الحكام.